خالصة تحية خاصة عمال شركة النقل لا تصدر. الله عليكم. تحية نضالية لجميع هاد الجماهير الحاضرة بمناسبة اليوم العالمي اليوم الأممي للطبقة الشغيلة. نغتنم هذه الفرصة من هذا المنبر ديال الصحفي معكم 24 من أجل أننا نقدموا التهاني للطبقة الشغيلة لجميع الأجراء والأجيرات موظفين وموظفات. فاتح ماي ما هو إلا مناسبة نلتئم فيها اليوم لتجديد العهد ووفاء لروح المناضلين الذين السابقون الذين أبلوا البلاء الحسن والذين حققوا المكتسبات. نحن اليوم مطالبون بالحفاظ على هذه المكتسبات ولنصدح بصوتنا عاليا في وجه الحكومة لنقول لا لاستهداف القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والأجيرات والموظفين والموظفات وعموم القوى العاملة. نحن هنا لنقول لا لضرب القدرة الشرائية ونقول لا لالتهاب الأسعار التي تحرق جيوب المواطنين والمواطنات. فتحية إجلال وافتخار لهذه القوى العاملة التي حضرت اليوم لتقول أنها حاضرة ولتقول أنها دائما في الميدان. عطلنا للخدام الله يعطيكم الخير. احنا ماشي غير عطلنا للخدام، عطلنا مع قلبنا مع العروق ديالنا اللي كتقيس لينا الجميله اللي هي الكوزينه اللي هي كنفيق عليها الفجر ولا اللي كيفوتونا قبل الفجر هما 4 الصباح النساء العاملات الضيعات الفلاحيه. ومن هنا كنقول لهم تحت شعار لانه هذه مسؤوليه وامانه، شعارات جاوني من عندهم وهي النساء الضيعات الفلاحيه لا كرامه لا حقوق ولا حياه. وكذلك النساء المعامل تاريخ كبير مع النضال وتاريخ كبير مع الحقوق وتاريخ كبير مع ان غير السوايع يقولوا كما هما لقاوهم في الكنزه ما مخصوصينش. ونهضر عاوتاني على الاطر المساعده ديال الرياضه والشباب اللي كل عام كنلقاوهم يرفعون الشعارات وخدامين. راه حنا العيالات راه غادي نبقاو نرفعوا الشعارات وخدامين راه ما مفكين مع الخدمه لان ولادنا والجميله تبعانا. واليوم هو اليوم اللي خصنا نجاوبوا فيه واحد الحوار اللي تقال عليه حوار الجميله ونقاش ومرتاحين البال. وملي كنحطوا راسنا على المخده كنعسوا ديريكت بلا منومات بلا ادويه. عطيونا غير الحقوق ديالنا العماليه. وكنقول تحيه نضاليه للمراه المغربيه حيتاش المراه المغربيه هي عامله وام. وباش تكون عامله وام وتخرج الرجال وتخرج العيالات وتقريهم وتكبرهم وهي خدامه كنقول لها الف تحيه ونموت على قبل المراه العامله. الكاتب الجوالي في النقابات الديمقراطيه. اليوم هذه واحد المناسبه ديال فاتح ماي ماشي للاحتفال ولكن للتعبير عن الاحتجاج والغضب ديالنا اولا على استهداف الحريات النقابيه من خلال الطرد الفردي والجماعي ديال المسؤولين النقابيين ديال فيدراليه النقابات الديمقراطيه. هذه الهجمه الشرسه اللي كتدينها الفيدراليه واللي كنعتبروها واحد الهجوم واحد الاستهداف ديال الحقوق النقابيه. كاين كذلك على مستوى غلاء الاسعار اللي هي مسبوقه في تاريخ المغرب واللي للاسف الحكومه من خلال العرض ديالها ديال وزير التشغيل اللي كان فارغ وما جاب حتى شي امور اللي يمكن تغيير الوضعيه المزريه والمتهالكه.
تنسوش تابونو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم مزيد من الفيديوهات مع معكم تيفي.